في سؤال مهم بقى اتسالته، الفول تايم ولا الفريلانس، واختار ايه وامتى؟ تمام، تعال اقول لك. ده من وجهه نظري الشخصيه، يعني ده مش كلام منزل يعني. مش كل اللي ساب شغله بقى فريلانسر ناجح، ده حاجات انا شفتها بالفعل. ومش كل اللي شغال فول تايم هو عايش غلط. السؤال الحقيقي ايه الانسب ليك دلوقتي، ودي اللي قلناه او ختمنا بيه الفيديو السابق. الفول تايم ده بيديك دخل ثابت، بتتعلم بشكل منتظم، خبرة متراكمة وتدرج من جينيور لسينيور لكده بشكل بياخد مساحته وبياخد وقته وبياخد خبرة عملية مش نظرية، شبكة علاقات انت بتكونها بشكل او باخر. لكن الخطر انك تركن تبقى في الكومفورت زون وتفتكر ان الاستقرار ده كفايه عليك وعلى حياتك. متطلبات الحياه بتتغير زي ما احنا شفنا دلوقتي، تقلبات اقتصاديه كتير تطلبت منها شغل واثنين وثلاثه ومصدر دخل واثنين وثلاثه. طب حقيقه الفريلانس بقى، الفريلانس ده بيديك حريه مرونه مع انضباط زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، فرصه دخل اعلى اكيد في بعض الاحيان، فرصه دخل اعلى لو انت عندك مهاره مطلوبه. لكن الحقيقه بقى اللي ما بيقولهاش الناس كتير، ان في ضغط، في عدم استقرار في الماديات وفي الفلوس، في مسؤوليه كامله، انت الفريق كله، انت الشركه كلها. تمام، مفيش مرتب مضمون، انت على حسب شغلك وعلى حسب انجازك لشغلك وعلى حسب مهارتك في ان الشغل يجيب شغل، وانك تبني علاقات وتبني بورتفوليو وتبني انك طول الوقت يكون شغلك مطلوب وعندك شغل انت بتشتغله وبتقبض عليه فلوس. طيب مين يناسب ايه بقى؟ الفول تايم ده مناسب دايما للي لسه صغير وبيتعلم. بلاش تنط على طول حتى لو عندك مهاره فريلانس، لا انزل السوق شويه، اتفرج على الدنيا، اتعلم برضو الانضباط شويه، انك هتصحى وتروح تشتغل بمواعيد الكلام ده. بتبني برضو خبره سنه بسنه، هتعرف تروح لها بسهوله للفريلانس. بتمشي على نظام واضح وتعلم النظام حتى علشان تعرف تنظم انت حياتك. الفريلانس مناسب لو انت عندك مهاره بقى مطلوبه، بعد ما كونت خبره، عارف تجيب عملاء بنفسك وعارف تسوق نفسك صح، منضبط، اتعلمت الانضباط وتعلمت ان فعلا مفيش حاجه اسمها ان انا ابقى بالمود وابقى النهارده مش عايز اشتغل والنهارده نايم لحد الظهر والكلام ده. مستعد دايما للمخاطره وعندك قلب انك تستعد للمخاطره دي، ما عندكش اعباء كتير زي ما قلنا، وما عندكش حاجات تثقل كاهلك، فتبقى مضغوط من الناحيتين، مضغوط من الشغل ومضغوط من حياتك الشخصيه. النجاح مش في الفول تايم ولا فريلانس، النجاح انك تختار صح في الوقت الصح وبالسبب وبالطريقه الصح. اشوفكم دايما على خير، وربنا يوفقنا ويوفقكم جميعا، والسلام عليكم.